بما اننا خلاص على اعتاب الشتاء، والشتاء يعني مطره، والمطره بيصاحبها ايه؟ بيصاحبها منظر جميل والوان طبيعيه بديعه خلقها ربنا، بيطلق عليها اسم قوس قزح. لكن ايه سبب ظهور قوس قزح بالمنظر الجميل اللي احنا كلنا بنشوفه وقت المطر ده؟ وليه الالوان دي بالذات؟ مبدئيا لازم نبقوا عارفين ان الضوء بيتكون من 7 الوان: الاحمر، البرتقالي، الاصفر، الاخضر، الازرق، والنيلي والبنفسجي. وعلشان نفهم ايه اللي بيحصل علشان قوس قزح يتكون، هبسط لك الموضوع بتجربه بسيطه وشائعه وكلنا درسناها، وهي انك لو جبت منشور ثلاثي من الزجاج وسلطت شعاع ضوء على احد اوجه المنشور، هتلاقي ان الضوء اتشتت جوه المنشور لمجموعه الالوان السبعه. والتشتت ده حصل بسبب حاجه بنسميها معامل الانكسار او الريفراكتيف اندكس. وببساطه كل ماده ليها معامل انكسار خاص بيها، الهواء ليه معامل انكسار خاص بيه، الزجاج ليه معامل انكسار خاص بيه، وهكذا. فعلشان كده لما بيسقط شعاع الضوء على المنشور بيحصل تشتت، وده لان معامل انكسار الهواء مختلف عن معامل انكسار الزجاج. شعاع الضوء جاي من هواء وسقط على زجاج، فحصل تشتت نتيجه اختلاف معامل الانكسار. ببساطه نفس الفكره دي هتلاحظها لو جبت كوبايه ميه وحطيت فيها قلم رصاص وبصيت على الكوبايه، هتلاقي ان القلم يبدو وكانه مكسور، وده برضو لاختلاف معامل انكسار الهواء عن معامل انكسار الميه. نرجع بقى لموضوعنا الاساسي اللي هو ازاي قوس قزح بيتكون. الفكره هنا ان قطرات الميه وقت المطر بتشتغل وكانها منشورات صغيره، بحيث لما الضوء يسقط على القطره ويخرج من الناحيه الثانيه فيعمل لك لون معين، وزاويه انحراف الضوء هي اللي بتحدد اللون الناتج. فمثلا لو زاويه الانحراف كانت 42 درجه هينتج لك اللون اللي ليه اعلى طول موجي اللي هو الاحمر، ولو كانت زاويه الانحراف 40 درجه هينتج لك اللون اللي ليه اقل طول موجي اللي هو البنفسجي، وهكذا. كل لون ليه زاويه انحراف معينه، وكل ما زادت زاويه الانحراف كل ما زاد الطول الموجي. وبس كده، دي كانت معلومه على السريع، اتمنى ان يكون حد استفاد حاجه. وقبل ما تمشي ما تنساش اللايك وتقول لنا تحت في الكومنتس لو في موضوع معين حابب ان احنا نتكلم عنه. وبس، سلام.